لو غمزة احمد بالحاج زعلتكو كلام عبد الرحمن جبنة هيموتكو. اسمع اسمع. فلما لعيب دخل في اللعيب بتاع الزمالك من عندنا احنا، فالحكم ما حسبش حاجه، قمت بعترض على الحكم. اقسم بالله العظيم انا احكي لك اول ماتش لعب الزمالك ده اصلا كان فيه ضحك يعني، وبجد اقسم بالله الموقف ده حصل مش عشان بقى اكسب حق انا ماليش في الكلام وانت في ده. انا المقاولين. زملكاوي قوي والناس عارفه ان انا زملكاوي قوي، انا مش مستاهل ان انا اقول فاهم ان انا عشان الجماهير والجو ده، وانا مش عايز العب يعني عشان بس ما حدش يطلع يقول لك ده ده بيعمل. بيقول كده عشان يلعب في لا الزمالك. انا ممكن ابطل كوره قريب يعني فاهم، فانا لا ما لا ان شاء بقولش الله كده باذن عشان الله حاجه لا. فاهم. فكنا بنلعب الزمالك وانت ماتش، في مقاولين. وانا في المقاولين اول ماتش نلعب فيه الزمالك. فانا قاعد الموضوع بالنسبه لي مش طبيعي، وشيكابالا ده مثلا من اللعيبه اللي حببتني في الزمالك وانا طفولتي وكده، كان حازم امام الاول وبعد كده شيكابالا بقى ده احسن لعيب شافته عينيا يعني في الكوره فاهم. ففي كوره عند الدكه بتاعتنا كده، وانا قاعد جنب ابراهيم القاضي لو عارفه، بيلعب في لعيب كبير طبعا وبيلعب في المقاولين دلوقتي. فابراهيم القاضي الكوره فاول للزمالك ماشي، فلما لعيب دخل في اللعيب بتاع الزمالك من عندنا احنا، فالحكم ما حسبش حاجه، قمت بعترض على الحكم. اقسم بالله العظيم لا يا راجل وحياة ربنا تعترض بجد؟ بعترض بجد. راح لسه بقوم انا وبتاع وبتكلم، راح قال لي انت يا ابني عبيط ولا في ايه؟ ما طلعتش غمزة وبس، عبد الرحمن جبنة بيكملها كمان. والله ما بقصر. فانا رحت ايه اللي هو، انا اللي هو انا كنت فين؟ بتفرج على الماتش فاهم يعني، انا بتفرج على الماتش، انا مش عارف خالص، انا مش عارف انا فين فاهم حاجه. اه انا بتفرج على الماتش